وقفت ولا عماله بينا ما فيش. جيت هنا انا ما عرفتش، وقفت هنا فوقفت هنا اجيب كارت شحن او اي حاجه شغل الفاتوره. استاذ زياد الفرماوي بهدلني النهارده في التليفون، بيعاملني وحش قوي عشان منتج ومشهور ومغرور لا مش موضوع منتج، هو استاذ زياد يعتبر وقته، وبعدين يعني هو زعلان عليا انا كمان. عشان هو انت معاه في البرنامج؟ معاهم في البرنامج؟ لا بصله بيه، صلة قرابة. هو كل الحكايه ان انا وسيط، كل الحاجه دي اوصلها له. بص، هي كانت حالفه موضوع الفلوس، مش هتديها، مش هدي الفلوس، يعني هديله فلوس مع الورق. هو ماشي طبعا، ماشي يا طبعا، ماشي يا استاذ زياد. مش هسيبكم خالص، واوعوا تفتكروا ان انا نايمه على وداني، واوعوا تفتكروا ان احنا بنصور وبنعالج وبتاع مش صاحيين جدا وفايقين، صاحيين وفايقين جدا، فايقين وهنقبض على كل حاجه. انتوا عارفين يعني ايه بتبوظوا وبتضيعوا مجهود وسمعه احنا نجحنا ان احنا نبنيها لمده 10 ولا 11 سنه. انت رايح تاخد 19,000 جنيه كان المفروض هيروحوا اللي زي ساره.